اهلا بحضراتكم مره تانية، لسه مكملين يومنا ويعني حلقتنا ان شاء الله تكمل كده على كل خير. فقرتنا الرابعه والاخيره بنتكلم فيها عن موضوع مهم، وامهات كتير جدا جدا اظن هتركز معانا في الفقره دي. التحول الرقمي اللي يمكن بالنسبه للتعليم في مصر جه مش بخطوات بطيئه، بالعكس جه بخطوات سريعه جدا جدا. وصل لمرحله انه بعض الامهات اتخضت وخافت وقلقت ويعني كان عندهم رهبه كده. مع الوقت والحمد لله ان وقت سريع بداوا يتعودوا بشكل كبير، ويمكن كمان الاطفال لان هم يعني الجيل الحديث او يعني الجيل اللي موجود دلوقتي هو اوريدي بيتعامل مع التكنولوجيا من اول ما بيتولد. فده كان موضوع سهل بالنسبه. خلينا نعرف ازاي نستفيد من المنصات والمواقع الالكترونيه الخاصه بالتعليم، ونعرف اكتر ازاي يبقى عندي قدر من الإيجابية مع هذه المواقع. معايا طبعا ضيفي دكتور شادي محمود عابد، دكتوراه في تكنولوجيا التعليم، هيقول لنا كل المعلومات دي. صباح الفل يا دكتور، صباح ورمضان الفل، كريم صباح عليك الخير، يا رب. وكل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بألف خير. وحضرتك طيب. أولا زي ما أنا كنت بقول إنه التحول الرقمي يعني جه، ويمكن الأولاد مبسوطين منه أكتر من الآباء والأمهات، لأنه بيلغي فكرة التعليم المبني على الحفظ وإن أنا أحفظ المعلومة وأكتبها في الامتحان وأمشي. الموضوع ما بقاش كده خالص. هو بالفعل وزاره التربيه والتعليم مم. كان قبل الكورونا كان بدانا في خطه مم. لتحويل مسار التعليم من الحفظ والتلقين الى الفهم والابتكار. مم. طب ليه قررنا النقله دي حتى قبل الكورونا؟ هل كميه الباحثين العلميين وكميه المبتكرين تتناسب مع عدد سكان مصر او مكانه مصر؟ مم. مكانة مصر أكبر من كده بكتير، وعلشان كده قرر سيادة الرئيس بتوجيهات طبعا لوزارة التربية والتعليم بتغيير نمط التعليم، مش تعليم الطالب ولكن بناء الطالب. مم. إذا إحنا أو الهدف بتاع وزارة التربية والتعليم ليس تعليم الطالب فقط، هي تربية وتعليم. الهدف بتاعنا هو بناء الطالب، ودي رؤية وزارة التربية والتعليم 2030 بإذن الله. مم. فبدأنا نتحول رقميا. المشكلة اللي بتواجهنا حتى اللحظة اللي احنا فيها دي، اللي بيوصل للأهالي وللطلبة فقط 1% من جهود وزارة التربية والتعليم. مم. يعني اللي بيصل إلى الطلبة وأولياء الأمور من مجهودات وزارة التربية والتعليم في تدريب المعلمين وتحويل المناهج إلى وسائل رقمية فقط 1%. فبيبدأوا هم يتوجههم إلى الدروس الخصوصية وإلى مصادر أخرى. لكن احنا النهاردة إن شاء الله بإذن الله عاوزين نتكلم معاهم ونديهم نصائح، نديهم بس جزء بسيط من الجهود بتاعة وزارة التربية والتعليم علشان نقدر نتحول من الحفظ إلى الفهم، عشان يبقى عندنا طلبة مبتكرة ويكون عندهم تفكير ناقد وتفكير نقدي. طيب قبل ما نعرف المعلومات دي والتفاصيل دي، ايه الاول المشاكل اللي كانت بتواجه حضراتكم مع البيوت المصريه واولياء الامور من اول ما قلنا احنا هنبدا التحول الرقمي في التعليم؟ هو الرفض، لأن لما بنقعد نعلم طالب بطريقة الحفظ والتلقين فقط لا غير، امم. عشان نحوله بقى ان انت هتغير اسلوب المدرس. يعني احنا دلوقتي كان عندنا المدرس 45 دقيقة، المدرس هو اللي بيحاضر والطالب يستمع فقط لا غير. لما قلنا لا، احنا هنستخدم اسلوب تاني للتدريس، وهو ان الطالب هو اللي هيشارك في الحصة. فبيبدأ اولياء الامور الولد ما استفادش، المدرس ما شرحش. لا، هو الموضوع مش ان المدرس ما شرحش، هو المدرس بدأ يبقى يلهم الطالب والطالب يشتغل بنفسه وهو اللي يجيب المعلومة. إذا كل ما المدرس قلل كلامه وقلل مجهوده اللي هو بيدي المعلومة سهلة للطالب، كل ما الطالب، يعني أنا عايز الطالب يشتغل أكتر، يمارس أكتر عن طريق بعض الاستراتيجيات. حتى لو عدد الفصل كبير، المدرس المدرب، المدرس الماهر يقدر يقسم الطلبة إلى مجموعات صغيرة ويبدأ هو يراقبهم ويبدأ ياخد استجابات منهم ويبدأ يعمل خطط ضعاف للطلبة الضعيفة ويعمل خطط إثرائية للطلبة المتوسطة. إذا ده تغيير نمط التعليم. احنا بدأنا من 2017، أولياء الأمور بدأت تستغرب من النظام وتقول الله، المدرس ما عادش بيشتغل، ده الوزارة ما عادش عايزة المدرسين يشتغلوا. الموضوع ما هوش كده، أنا عايز الطالب وهو بيبذل مجهود عشان يجيب المعلومة هيبدأ يبحث عن مجموعة من الأسئلة. المجموعة من الأسئلة دي هي دي اللي هتعلمه، ده اللي هتخليه طالب مبتكر. الناس متخيلة ان الابتكار
ان انا هخترع حاجات تطلع القمر. انا مش الموضوع كده. اي بيئه مشيده هي ابتكار. اي بيئه، الكباري هي ابتكار. اي بيئه مشيده، اي تفكير خارج الصندوق هو ده ابتكار. فانا عايز الطلبه، طلبه مصر، يكونوا مبتكرين عن طريق انماط معينه، عن طريق انماط معينه وطرق معينه. النقطه المهمه جدا تدريب المعلمين والمديرين وكمان الوظائف الاشرافيه زي مديرين الادارات ووكلاء الوزاره على نمط التعليم ده. ليه؟ اولا، المعلم القوي في مادته مش سلطوي، يقبل النقاش صح. والحوار. صح تماما، لكن انا وعلشان معاك. كده بدأنا نعمل تنمية مهنية للمعلمين عشان كده في اختبارات يمكن على بتتعمل في طول. كلية حربية تقريبا على طول. ما تحت هو إشراف لجنة كبيرة، وبقى في ليهم اختبار نفسي، ودي مهمة قوي قوي بصراحة. ما احنا قلنا ونفسي ان احنا وعلمي دي غيرنا مهمة قوي. نمط التعليم، اه. غيرنا اسلوب التعليم، لان المدرس القوي هيقبل الحوار ويقبل المناقشة. فانا لو انا عودت الطالب بتاعي على الحوار وعلى المناقشة، الطالب ده بعد كده هيبقى طالب قابل للديمقراطية وقابل للتفكير ويعطي آراء وآراء نقدية. اما لو انا كنت مدرس 45 دقيقة انا فقط اللي بتكلم والطالب بياخد الكلام يروح يحفظه فقط، انا كده بقتل عنده الابداع والابتكار. يعني صحيح. الاسلوب القديم في الحفظ، على فكرة برضو في نقطة انا عايز بس اقولها اتفضل. لبعض اولياء الامور. لما نقول مش هنستغني عن الحفظ، مش معنى الكلام ده اللي انا زيرو حفظ. لا، في قدر معين الطلبه فعلا هتحفظه. ايوه، بس ما يبقاش اللي هو ما يبقاش ال جيلنا اللي 45 هو دقيقة حفظ، بيدخل ليه منين ما يبقاش بيحفظ من الجلد الامتحان للجلد. وينسى لا، خالص ده. في جزء معين الطالب هيحفظه، وفي جزء معين الطالب هيشتغل عليه. هو هيشتغل عليه ازاي؟ هيقبل استجابات ازاي الا اذا كان في جزء هو حفظه بالفعل. اذا لما نقول احنا هنتحول من الحفظ والتلقين الى الفهم والاستيعاب والادراك، الناس فهمت ان احنا خلاص ما عادش في حفظ خالص. ما حدش قال الكلام بالعكس، ده. انا شايفه ان الامهات والاباء المفروض يفرحوا ويتبسطوا بده، لان اوريدي اولادهم هيبقوا متطورين مع الموضوع. انا عايزه اروح للجانب الايجابي. اولا، هي ايه المواقع والمنصات اللي خاصه بالتعليم ويعني ايه موقع ومنصه خاصه بالتعليم، عشان برضو اللي اول لسه حاجه ما عندوش هو اطفال داخله مدارس المنصه يبقى فاهم ببساطه بس. شديده هي عباره عن موقع الكتروني، عباره عن وسيله الكترونيه بيتم بث فيها شروحات عن طريق مجموعه من المعلمين. طيب احنا ايه بقى؟ زي قنوات التلفزيون اللي كانت عندنا تبع النيل التعليميه وكذا، نفس الفكره. نفس الفكره لكن اسهل كمان. ازاي؟ انا في ثانوي اولى تانية تالتة بدي للطالب تابلت. طيب هل التابلت افضل ولا الكتاب افضل؟ اقول لحضرتك ان الكتاب اللي حضرتك بتاخديه معاكي ماسكاه في ايدك ده بيكون ثابت، المعلومه ثابته فيه من اول السنه لاخرها. اما التابلت فبيبقى فيه ابديتنج على طول، فيه تحديث للمعلومات مباشره. طيب اولى وثانيه وثالثه، اولى وثانيه وثالثه في تابلت. طب هل التابلت ده عليه حاجه ولا ما عليهوش حاجه؟ نقول بقى ان هو عليه للطالب وللمعلم. ده التابلت حضرتك لازم اول ما تستلم التابلت اول حاجه تعملها تتوجه للمدرسه، تعمل ايميل موحد. الايميل الموحد ده مجانا من غير فلوس خالص. حضرتك بتتوجه للمدرسه، ولازم كل ولي امر وكل وليه امر ابنك في ثانوي حضرتك ما فهمتش التابلت ده فيه ايه، توجه للمدرسه واسال، توجه لمسؤول التطوير التكنولوجي واسال. عندنا حاجات رائعه جدا جوه التابلت. اولا عندنا اول حاجه كتاب المدرسه PDF نازل على التابلت. طب ده كويس جدا. يعني الناس اللي بتقول الكتاب فين، الكتاب نازل على التابلت. عندي المذكره الرقميه، عندي منصه ذاكر، عندي منصه البث المباشر. ده كل ده على التابلت؟ كل ده على التابلت، كل ده على التابلت من 2017 يا فندم، من 2017. طيب نقول واحده واحده علشان الناس ما واحده تتلخبطش. دي بيعملوا ايه؟ عشان الناس ما تتلخبطش والناس تعرف. بس قبل حاجه، انا استلمت التابلت النهارده، اخده اركنه. طب انا لو انا في مدرس او في شخص معين قال لك التابلت ما عليهوش حاجه، انا اصدقه ليه؟ ليه انا اصدقه؟ وانس انه مثلا زي ما حضرتك بتقول الاب او الام جه قال ما عليهوش حاجه، يروح فين او مين يساعده؟ هيتوجه للمدرسه، المدرسه اللي سلمته التابلت. هو على فكره الطالب مش هو اللي بيستلم التابلت، اللي بيستلم التابلت هو ولي الامر. حضرتك ما تمشيش من المدرسه غير لما تتاكد، غير لما بتشغل التابلت
بيفعل لك عليه الايميل الموحد، يبدا بقى تقول له انا دلوقتي هساعد ابني ازاي. هيبدا يفتح لك اول حاجه بنك المعرفه المصري اللي العالم كله بيشهد بكفاءته، واحنا في مصر مقلين جدا في استخدامه. اللي هو ايه بس سريعا يا بنك فندم؟ المعرفه المصري عباره عن مجمع لجميع الشروحات من اول الكي جي الى ثالثه ثانوي، ومعايا كمان وسائل ومواقع عن طريق مصادرنا ودور النشر. وزاره التربيه والتعليم اتفقت مع اكبر دور للنشر لشرح المناهج المصريه. دي حاجه عظيمه جدا مشروحه. وهايله طب جدا. انا دلوقتي اتوجه لمدرس واحد افهم منه، ولا يكون عندي فيديو مشروح باكتر من طريقه واكتر من مدرس؟ يبقى اول حاجه مسؤول التطوير التكنولوجي هيدخلني على بنك المعرفه. يبدا بنك المعرفه يسالني حضرتك مرحله ايه، ابتدائيه ولا اعداديه ولا ثانويه؟ ببدا بختار المرحله بتاعتي، بختار الصف. بعد كده بيقول لي المناهج بتاعتك، انت عايز تذاكر النهارده ايه؟ عربي، انجليزي، فلسفه، كيمياء، تاريخ، جغرافيا. ابدا زي ما انت عايز. بعد ما انا بختار يبدا يقول لي بقى ايه الوسيله اللي انت تحبها. هل انت عايز فيديو، ولا عايز بي دي اف، ولا عايز كتاب الكتروني؟ خلي بقى، انا عايز بس نفرق بين الكتاب الالكتروني والكتاب البي دي اف. ده حاجه وده حاجه. بعد كده بقى عندي اسئله تزامنيه، وعندي اسئله يعني اوراق تدريبيه تزامنيه تفاعليه. يعني ايه؟ يعني انا عندي الاسئله دي انا بشرحها او انا بحلها وبديها لمدرس الفصل. وفي عندي بقى تزامني. يعني ايه؟ يعني انا بحل وبيجيب لي النتيجه حالا. يعني انا دلوقتي جالي تدريب على الفصل الاول في التاريخ مثلا اولى ثانوي، خلصت، بعمل اظهار النتيجه، بيجي لي بالظبط الصح والغلط، ويرجع يقول لي نصائح، ابدا اشتغل. ده بنك المعرفه. طب ما ده عظيم جدا. انا ده اظن ان دي عظيم حاجه جدا. تلغي نص ميشن الدروس الخصوصيه، ما هو- خليني اقولها كده يعني. طبعا. هو نص هو المهمه تقريبا ما هو يعني، طول مش ما عايزه اقول الولد اكتر من من نصها. الصبح لغايه الساعه 9 بالليل في الدروس، هيفتح ده امتى؟ لا، ده انا هقول لك الاخطر من كده كمان. طب ما دي حاجه صح الاخطر من جدا. كده كمان طب هل هو عفوا انا انا هغيب اسف، الطالب من الدروس دي المدرسه. ما ما بتستخدمش بتفيدش. التاب؟ لا 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 لا، ما فيش واحد في فصل في درس خصوصي هيستخدم التابلت، لان لو دربك عليه الطالب ما عادش هيروح. ده هو ما هو ده اللي انا انا من بقوله. يعني المدرسين الخصوصيين يغيبوا الطلبه من المدرسه. اه دي حقيقه، دي طب كارثه. ازاي نعمل كده؟ هل المدرسه للتعليم فقط؟ امال الانشطه فين؟ بس عفوا يا فندم، احنا بس عشان ما ندخل يعني الجدل ده هيدخلنا الى الجهات الرقابيه داخل وزاره التربيه والتعليم، لانه انا شفت بعيني مدرسين يقول لك انا مش جاي عشان انا عندي دروس خصوصيه. المدرس ما هو قال لما الكلام مش ده جاي لمين؟ الطالب هيروح لي برضه. المدرس ده قال للطالب ما تجيش المدرسه، اه مش قال للطالب؟ اه طب ولي الامر دوره فين؟ ايوه، هيعمل ايه؟ يتوجه على طول لمدير المدرسه طب ما مدير المدرسه ومدير عارف. الاداره. ما مدير المدرسه عارف. لا، يتوجه لمدير الاداره يا فندم. اه هنا بقى دي يتوجه لمدير الاداره. واحنا الحمد لله خلال السنتين اللي فاتوا دول تم تدريب عدد كبير جدا من مديرين الادارات الكفء، كفء جدا، ما بيقعدوش في مكاتبهم، صحيح بيلفوا المدارس على طول. طب هم بيلفوا المدارس ليه؟ اول حاجه يتاكدوا من وجود الطلاب. غياب الطلاب خطر كبير جدا، بس واول يمكن- حد بيتضرر فيه هو الطالب ذات نفسه. يمكن منتشر اكتر في مدارس الحكومه. ما هو احنا للأسف. هنا بقى ده للأسف. دور ولي الامر مهم جدا. واحنا هنا بنناشد اولياء الامور، توجههم للمدرسه، امنعهم التسرب من التعليم. دي حقيقة. التسرب من التعليم بيبدا بالغياب من المدرسه. ما تغيبوش الولاد من المدرسه. اسعوا ان الطلبه تحضر، تلتزم في الفصول، ويكون عندهم حماس ودافعيه للمدرسه. النقطه الثانيه، بس سريعا عشان وقت الحلقه بيخلص سريعا يا فندم. منصه، انا هتكلم بس على حاجه عشان اولياء اتفضل. الامور برضو اتفضل. يتابعونا. بعد بنك المعرفه عندنا منصه البث المباشر، ودي مش محتاجه تابلت. اي شاشه سمارت، اي موبايل، بكتب في محرك البحث منصه البث المباشر. منصه البث المباشر دي منصه سهله جدا وبسيطه جدا، وفيها مدرس لايف، بيشرح لايف، وعندك ايقونه تحت اسال مدرسك. يعني لو في حاجه ما فهمتهاش اسال سؤال وهيترد عليك. كويس جدا. ده غير المذكره الرقميه. في عندنا حاجات كتيره جدا، وده اللي قلته لحضرتك في اول الحلقه، لا يصل الى السياده اولياء الامور والطلاب غير جزء بسيط جدا من جهود وزاره التربيه والتعليم للارتقاء بالعمليه التعليميه ورفع مستوى اولادنا. الحقيقه دكتور شادي، حضرتك لازم تكون موجود معانا فقرات تانية ان شاء الله قريب، لانه في اكيد معلومات كتير حضرتك محتاج تقولها لنا،
وفعلا فعلا اظن انه في ناس كتير قوي من اولياء الامور ما يعرفوش او يجهلوا او ما عندهمش معلومه او جزء من المعلومات اللي حضرتك بتقولها. وباخد من كلام حضرتك انه فعلا يا ريت اولياء الامور اللي حضراتكم مدارس حكومه او تجريبي وشايفين ولادكم ما بيروحوش مدارس يعني يروحوا للجهات الرقابيه. بشكرك جدا يا دكتور، شكرا نورتنا جزيلا، ورمضان كريم والعام على حضرتك حضرتك. بخير. كان معانا طبعا دكتور شادي محمود عابد، دكتوراه تكنولوجيا التعليم. بشكركم جدا جدا على متابعه حلقه النهارده. بكره يوم جديد وفريق عمل جديد.